حبيبي حسين، أأنت تجلب الماء؟ نعم، وما المانع يا جداه؟ إلي حبيبي. ما الذي يبكيك يا أبتاه؟ ما الأمر؟ حبيبي حسين، ما الأمر يا أبا؟ ما الذي يبكيك؟ لقد تذكرت ما سيجري عليه بعدي من مصائب ومحن. أبا، أي مصائب؟ اعلمي يا أم أبيك أن لولدي هذا درجات لن ينالها إلا بالشهادة، فكأني به يقتل عطشانا ظمآنا وحيدا غريبا في أرض يقال لها كربلاء على شاطئ يسمى الفرات، يختلف فيها 80,000 من الناس، كلهم يطلبون دمه ولا يرجعون إلا بقتله، فكأني به ينادي الماء الماء، فلا يسقوه قطرة واحدة حتى يذوق الموت غصة بعد غصة، حيث لا ناصر له ولا معين، فيستغيث فلا يغاث. أنا يا جداه سأكون معه وأحامي عنه. حبيبي يا أبا محمد، نعم الأخ والناصر أنت يا ولدي، لكنك لست هناك بذاك الوقت، فأنت أيضا ستذوق المصائب والمحن حتى ترحل عن هذه الدنيا شهيدا مغدورا ممن هو منك وفيك، فكأني بك تلفظ كبدك المسموم قطعة بعد أخرى من وجع السم وشدته، فتغادرهم شهيدا مظلوما، فيرشق نعشك بالسهام والرماح حقدا وبغضا بأبيك يا بني، ولا سبيل أمامكم سوى أن تصبروا. أبتاه يا رسول الله، وكيف لي أن أرى هاتين الزهرتين تذبحان أمامي وأصبر؟ حبيبتي فاطمة، لن تريهما يا ابنتي، لأنك أولهم لحوقا بأبيك يا فاطمة، فأنت أيضا لن تسلمي من مكائد هؤلاء، أنت مظلومة شهيدة من إثر عصرة بين الحائط والباب، بعد أن يتجمهر الناس عليكم منادين أن احرقوا بيوت الظالمين